أسرع وأضمن طريقة هتعملي بيها أحلى بتنجان مخلل من غير قلي ولا زيت ولا نقطة زيت، بطريقة سهلة وبسيطة والطعم خطير. شايفة شكله يفتح النفس ازاي؟ عندنا بتنجان عروس غسلينه كويس جدا، وهحتفظ بالراس بتاعته مش هشيلها، هشيل بس العنقود بتاعه كده عشان اعرف اسلقه، وانزل عليه بمية سخنة، معلقة من الخل، معلقة من الملح، وعصرة ليمونة، وهبدأ كده اسلقه على نار متوسطة لمدة ربع ساعة بالظبط. اشيلهم بقى كده من المية السخنة عشان ما تتهراش، وابدأ اشيل العنق بتاعه كده. شوفي ابيض وزي الفل ازاي. افتحيه بقى من جوه محافظ على لونه، عشان كده قلتلك ما تشيليش العنق بتاعه. وبعد كده تعالي نعمل احلى خلطة بتنجان مخلل خطيرة. فلفل رومي احمر، راس من التوم مقشرينها كده ومفصصينها، معلقة بقى من الملح والكمون والليمون والكزبرة، ومعلقة من البابريكا، ومعلقة من الخل، واضربيهم بقى في الكبة كده فرم ناعم رهيبة. شايفة الجمال والحلاوة؟ خزنيها بقى في برطمانات كده، وتقدري بقى تخللي بيها اي بتنجان في اي وقت. هنجيب بقى البتنجان وهنحشيه بقى بالخلطة دي، وعندنا برطمان كده غسينه كويس ومعقمينه بالخل. ورصي بقى البتنجان بتاعك كده، وحطي بقى من الدقة اللي احنا عملناها بتاعة البتنجان، وعليهم بقى المية ما تكونش سخنة، يعني تكوني مسخناها غلياها، وتنزلي بيها كده، وحطي قشر الليمون. اهم حاجة تكوني شايلة البذر من الليمون علشان ما يمررش المخلل معاكي. وبقيت بقى الخلطة بتاعتك احتفظي بيها في برطمانات، هتنفعك في وصفات جاية كتير. شايفة بقى الجمال والحلاوة؟ خطير، شكله يفتح النفس. جربوه. ولو عجبك الفيديو لايك وشير.